تصدق ان دراكولا كان موجود بجد؟ مش مصاص دماء ولا بينام في تابوت، ده كان انسان حقيقي، والمشكلة كان ابشع من اي فيلم رعب شفته. اسمه فلاد الثالث، والتاريخ ما عرفوش غير بلقب واحد، فلاد المخوزق. يعني ايه مخوزق؟ يعني كان بياخد الانسان ويغرسه حي في عصاية خشب ويسيبه يموت بالبطيء قدام الناس، مش واحد ولا 10 آلاف. فلاد كان حاكم، بس ما كانش بيحكم بالقانون، كان بيحكم بالرعب. سرقت الخازوق، خنت الخازوق، حتى لو اشتبه فيك بس الخازوق برضو. بيقولوا ان شوارع والاشيا اللي هي رومانيا حاليا كانت مليانة جثث واقفة كأنها لسه عايشة، وفي روايات مرعبة بتقول انه كان بيقعد ياكل وسط المنظر ده ولا كأن فيه حاجة. ليه كل ده؟ عشان يوصل رسالة واحدة: الخوف هو الحكم. الغريب بقى ان في بلده لحد دلوقتي ناس بتشوفه بطل قومي، حارب العثمانيين وحمى الارض، بس بدم البشر. وهنا يجي السؤال المرعب: هو كان وحش ولا مجرد انسان قرر ان الرحمة ضعف؟ بعد موته بسنين كاتب اسمه برام ستوكر سمع عن الاسم والدم والرعب، فقال ليه لأ، وخلق شخصية اسمها دراكولا. بس الحقيقة دراكولا الخيالي أرحم بكتير من دراكولا الحقيقي، لأن الخيال بيخلص لما الفيلم يخلص، إنما الرعب الحقيقي بيكون إنسان زيي وزيك. لو عايز تعرف قصص مرعبة حقيقية أكتر اشترك، لأن اللي جاي أقرب وأخطر.